منتخب مصر يتقدم على اثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الاول عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش من ركلات جزاء في الدقيقه 41 والدقيقه 47 دقيقه ثانيه من وقت بدل الضايع برحب كابتن رامي سعد نجم الزمالك. كابتن شفت الشوط الاول ازاي؟ انت قلت 2-0 و2-0 بس ركلات جزاء بقى. ايوه. الحقيقه منتخب مصر بيلعب ضغط عالي من اول دقيقه، استحواذ على الكوره بنسبه 100% خلال المباراه. الفرقه بتاعت اثيوبيا بتلعب في اخر 30 يارده، وده عامل شويه عدم الحلول للعيبه. اللعيبه كمان الريتم بتاعنا احنا بطيء شويه في تحضير الكوره، ما بنتحركش، ما فيش كمان عمليه التحركات داخل الملعب في المساحات. ما عندناش اللي نلعب مواقف لعب داخل الملعب 2 على 1 و3 على 1 و3 ضد 2. ما فيش عندنا بس برضه الكلام انت ده. بتلعب مع فرقه مع احترامنا لاثيوبيا فريق متوسط. لا اقل متوسط. لا